الداعية الشاب الأستاذ شريف شحاتة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلوا عليه وسلموا تسليما. وبعد، في البداية أنا اتحطيت يمكن في أصعب موقف في حياتي في اللحظة دي، إن أنا أتكلم أو أقول كلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أنا خجلان، ويعني خجلان لثلاث حاجات. الحاجة الأولى ضياع المسجد الأقصى إلى الآن. الحاجة الثانية إن محتاجين كلنا نستوعب المهمة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قام بها من أجل أن نكون الآن مسلمين. الحاجة الثالثة دي حاجة لي أنا، تقصيري ويعني وما أعرفه عن نفسي من مساوئ، ولكن للتذكرة مكان. فالحقيقة أنا عايز أقول حاجتين أو ثلاث حاجات. عايز أقول حاجة أو اتنين عشان ما أطولش على حضراتكم وأنتم أعلم مني. يعني سيدنا أنس بن مالك في يوم من الأيام بيقول: كنا نطوف حول النبي صلى الله عليه وسلم، وعند النبي صلى الله عليه وسلم الحلاق بيحلق للنبي شعره. وسيدنا أنس بيقول كان الصحابة قاعدين حوالين النبي متطوفين حواليه دايرة كده. يقول: فإذا وقعت شعرة من رأس النبي تنافس عليها الصحابة. أول ما شعرة تقع كل الصحابة يزقوا بعض عشان تقع في يد حد. فإذا وقعت في يد أحدهم قال: لقد ظفرت اليوم، أنا خدت أو أنا كسبت أو أنا فزت. أنا بدأت بالمثال ده علشان أقول إن إحنا محتاجين نعرف قيمة شعر النبي، وقيمة أذن النبي، وقيمة عين النبي. فما بالنا بقى بعظمة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالة النبي ودعوته. والحقيقة موقف أنا بحط نفسي فيه دايما، لو إحنا كنا عايشين في لحظة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إحنا كده كنا عايشين في المدينة مع الصحابة، وبعدين بنعدي بقى رايحين على بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بنصلي في المسجد، فبنشوف النبي، فاللي عنده مشكلة بيروح يسلم على النبي ويحكي له، والنبي يطبطب عليه، والنبي كان بيحبه، والنبي يبتسم في وجهه. وبعدين جه الخبر ان النبي مريض وانت كنت عايش في الوقت ده. فهل الموضوع أثر فيا؟ ده النبي مريض، النبي تعبان، وبعدين رحنا نزور النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فشايفين الحرارة الشديدة والكمادات اللي بتتعمل على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وقاعدين نكلم نفسنا واحنا قاعدين قدامه. معقول النبي النور اللي ملا الدنيا ممكن يموت؟ طب النبي هيسيبنا؟ طب يعني هنعمل ايه؟ طيب يعني هشتكي لمين؟ ومين اللي يعني هشوف وجهه كده خلاص انسى كل حاجة؟ ولما اتكلم معاه يبقى عندي دفع ان انا هغير من سلوكي السيء للاخلاق سليمة، وهعمل للمجتمع، وهكون منتج، وهكون مؤثر، وهكون ناجح، وهكون مسلم يستاهل انه يكون قدوة لغيره. فاصبح الخبر شديد ان النبي صلى الله عليه وسلم الحرارة تشتد، وان للموت لسكرات، وبعدين النبي يغشى عليه. فكل مرة النبي يغشى عليه فيها صلى الله عليه وسلم الناس تبقى قاعدة واحنا قاعدين خايفين قوي، مرعوبين ان يجي الوقت حد يقول النبي مات، وبعد شوية النبي يفوق فنفرح قوي، وبعدين يغشى على النبي، وهكذا احساس. وبعدين اللحظة ان النبي صلى الله عليه وسلم مات. انا عايزك تتخيل الصحابة كانوا في اللحظة دي عاملين ازاي، حبهم للنبي كان عامل ازاي صلى الله عليه وسلم. ويطلع الصحابة ليقول ان محمد مات لقطعت رقبته، والصحابة يدعوا: يا رب خد بصري عشان ما اشوفش بعد نور محمد صلى الله عليه وسلم. فيا ترى الموضوع ده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اعظم مصيبة للمسلم في الدنيا انه ما شافش النبي. فمش عايزين نكرر المصيبة ان احنا في الاخرة اعمالنا تكون ما تأهلناش ان احنا نبقى جنب النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين الصحابة يدفنوا النبي. تخيل كده انت ماشي في الجنازة بتاع النبي، ويرجع الصحابة وتقول للسيدة عائشة: كيف طابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ليلة مات فيها النبي كانت عاملة ازاي على المدينة؟ النور اللي كان منور كل مكان في المدينة ظلمت.
أصل النبي مات صلى الله عليه وسلم، بس المدينة منورة بدعوة النبي ورسالته، والعالم كله منور بدعوة النبي ورسالته. فده موقف من المواقف. موقف كمان وأختم، موقف غزوة أحد. أنا مش بحكي الموقف بالتفصيل أو كما روي، ولكن أنا بقول إحساس لو أنا موجود في غزوة أحد. لما النبي صلى الله عليه وسلم المشركين بعد ما رماه إلى آخره، وبعدين المشركين عايزين يموتوا النبي، فحفرة كبيرة ورا النبي لحد ما النبي يقع في الحفرة دي. النبي اللي كبر في السن ويقع في الحفرة دي، ومن الوقعة الشديدة قوي إن رباعية النبي انكسرت، وإحنا عارفين كده، وأسنان الخوذة دخلت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عايز كل واحد بيحب النبي يتخيل يا جماعة النبي كان بشر، وأكيد اللي وقع أو انكسر سنانه أو الخوذة دخلت في وشه لدرجة إن الدم بيسيل، فيجيبوا شوية تراب يعني محروقين كده ويحطوا على عشان يسدوا الدم اللي نازف من النبي. فالنبي كان بيتأثر وكان بيتألم. أنا عايز كل واحد من قلبه لما النبي وقع في اللحظة دي وقال الكلمة دي كانت عند ربنا قد إيه؟ هل حد حس بدي؟ بتاع النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع في الحفرة ولما اتأذى كانت عاملة ازاي؟ قال صلى الله عليه وسلم: إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة فلا تسودوا وجهي. فعايزين كل واحد مننا يرفع الأمة دي لفوق بأخلاقه، بإتقانه لعمله، بنجاحه، بتأثيره، أن يكون قدوة، أن احنا نعود من جديد بجد نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنة النبي ومن رسالة النبي. وخلينا فاكرين دايما أن كل واحد يكون عنده كده في الحياة حتة كده معينة بيقول فيها: أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. لو دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم، دخل علينا النبي، افترض كده، تخيل يعني دخل علينا النبي دلوقتي صلى الله عليه وسلم، الطبيعي ان كلنا هنجري عشان نسلم على النبي ونقبل رأس النبي وقدم النبي ويد النبي، كلنا عايزين كده، بس مش باللي هيسبق واللي هيجري الأول واللي شافه الأول. مش هي دي الفكرة والعبرة من المعنى ده. مين أول واحد من اللي موجودين النبي صلى الله عليه وسلم هيختاره ويسلم عليه الأول؟ يا ريت نكون كل واحد يقول أنا، فيا ريت أكون أنا، ويا ريت تكون أنت، ويا ريت تكون حضرتك، يا ريت. وده هيتوقف على تمسكك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع طريقه واتباع منهجه. وكده أنا خلصت كلمتي، وأوصيكم بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأحب أقول له في الختام: قلبي لك مملوء غرام يا حبيبي صلى الله عليه وسلم، أنت والصحب الكرام يا طبيبي، منايا أسلم عليه وقبل